أجاييه بعرض الملعب إلى حسام غالي، ترقيصة على الواقف كويسة هيروح بيها في الجبهة اليمين، قصيرة ملعوبة عند حمودي يسلمها له تاني قدام ال 18. غالي وحمودي ضغط عليهم حسن الشامي ويخلص المشكلة الدفاعية من بدري. أمامية عند إسلام رشدي لعيب مهاري، النهارده خامس لقاء ليه مع الإنتاج الحربي. نتائج مش بالشكل المطلوب، ان هم يبعدوا عن مناطق الخطوره اللي اتكلمت عليها مع فرق المؤخره. اسوان في المركز ال15 والداخليه والتعدين والشرقيه، الحته اللي تحت دي فيها مشاكل كتير. تتلعب اماميه جامده، عملت بند كده قبل ما علي معلول يروح لها ويعمل عليها سيطره من بدري. الكابتن حسام البدري واقف لصالح فريق الانتاج الحربي من الجهه، هو اللي هيدي التعليمات ان هو يكمل، انما هنشوف تعليمات مختار ايه اللي لعبته عشان يكملوا الحته الهجوميه. من بدري كده بنقول الشكل على الورق وداخل الملعب. حسام عاشور استلم حسام على مهله، جاي له عبد الله السعيد من القلب يحطها اماميه في اتجاه حمودي اللي مايل على جبهته اليمين. حمودي من البدايه يبقى الاهلي برضه بيلعب بحمودي من قدام احمد فتحي، اجاييه من الناحيه العكسيه من عند علي معلول، ويبدا عبد الله السعيد من العمق الهجومي من تحت كده. كوليبالي هو اللي هيبدا يشتغل، الاثنين اللي هيجوا ويتحركوا على المساكين فادي نجاح لؤي وائل. انما في اعتقادي عبد الله ليه الحريه تماما بعرض الملعب يشتغل من قدام ال 18 لقدام. استلم كويس قوي، برافو يا ولاد يا لعيب. طارق ماشي قدام ال 18 مستني صلاح امين، لو استلم ولف من سعد سمير هيبقى في مواجهه اكرامي. سعد يقفل عليه كويس ويرجعها لاكرامي تاني. 6 دقائق من البدايه. الاهلي والانتاج الحربي على استاد السلام، ختام المرحله رقم 26 بتتعلق باي قشايه من الجبهه اليمين. فتحي هات وخد في مساحه ضيقه حلوه قوي، هيعدي بيها فتحي، ضغط عليه الشامي، خلصها عرضيه خطيره، طلع يا ولد فادي نجاح، خلصها كويس قوي احمد فتحي وعمل عرضيه مستواها صعب، واقف لها كويس نجاح بوش. حسام عاشور الى ربيعه، اتحرك شويه وهرب. أجاييه سليمان كوليبالي لغالي، ترقيصه هربت منه، تروح سهله لعامر عامر. هجمات أجاييه اللي كان بيتحرك في بدايه اللعبه الاخيره. ضربه حره عبد الله السعيد هيلعبها جوه 18، جامده قوي، جامده من عبد الله، لا هي عرضيه منشن على حد من زمايله ولا هي في الناحيه العكسيه. كابتن حسام البدري بيبص له على طريقه الاعلان كده، هيقول له عرضيه ولا كنافه دي يا عبد الله. حته كده للكابتن حسام. تاني ملعوبه صلاح امين هرب لغايه فين؟ بص اول ما صلاح نزل لتحت مفيش حد قدام، سلم واستلم مع أوميد أوكري، الناحيه الثانيه فاضيه مش ممكن. لو غمزها كده أوميد أوكري اسلام رشدي كان هيروح بانفراد بحاله دفاعيه للنادي الاهلي. دي نجاح اللي وصلها كويس قوي على حدود منطقه الجزاء، وياخد لؤي وائل اللي كان طالع يلعب بدماغه ولسه ما رجعش مكانه، ودخل فتحي وعاشور ادى قراره. مكان في منتهى الجمال للعيبه الانتاج وفي منتهى الصعوبه على اكرامي والمدافعين بتوعه. منتصف الشوط الاول تقريبا، تعادل السلبي ما زال نتيجه اللقاء. ابو شعيش على رجله تقيله، فتح الله بيلعبها من المكان ده بحرفنه برضه. فتح الله 6 جوان، محمود فتح الله يجي تاني الهدافين ورا أوميد أوكري. كان اخر اهدافه فتح الله قدام الاتحاد الاسبوع اللي فات، الثنائيه اللي تعادلوا بيها. واقل من 25 متر اكرامي اللي الراجل بيشتغل على رقم بيحافظ بيه. مش عايزين نتكلم كتير، يحصل اي حاجه الجمهور يقول لك الراجل قر على اكرامي. فاول من مكان كويس أوميد أوكري، هنشوف هيعمل ايه أوميد أوكري مع فتح الله وابو شعيشه. واحد من ال3 اسماء هو اللي هيلعب برضه. حسن الشامي الباك الشمال رجله كويسه قوي، انما العدله تناسب مين في مواجهه شريف اكرامي؟ 2 4 6 لعيبه، وداخل معاهم محمد طارق برضه. هو قلت لحضراتكم الشامي الباك الشمال اللي على وضع الاستعداد كده، وفتح الله. فتح الله يلعبها جامده خطيره، تخبط وتطلع لخارج الملعب. يلعبها فتح الله تخبط وتطلع بره. ضربه مرمى، زمايله كانوا واقفين داخل ال 18 وخبطت الكره فيهم. هنشوف كده لعبه فتح الله اهيت، وخبطت فعلا في محمد طارق لاعب الانتاج الحربي اللي موجود مع الحائط البشري. جت من طارق وما جاتش من ال6 لعيبه اللي موقفهم شريف اكرامي. المشهد الهجومي حمودي سلم واستلم اهو، وياخد فاول من مكان برضه كويس، متطرفه شويه. انما حمودي اللي لسه بنقوله بندور عليه في الحته الهجوميه ياخد فاول بعد اللعبه اللي اشتغل فيها مع عبد الله السعيد. ضربه حره عامر لم يختبر. عامر ترجمه لواقع الاداء الهجومي خلال 24 دقيقه لعب للنادي الاهلي. مفيش اي كره على المرمى، تقدر تقول ان هم قربوا
من التهديف، والانتاج بيلعب في حدود امكانيات لعيبته الجماعيه والفرديه، بيأمن تماما وسط ملعبه، اهم حاجه بيشتغلوا عليها. حمودي عايز يجيب جون، حمودي يثبت وجوده. قال لك اجاييه لسه اول موسم 5 تجوان، كوليبالي 5 تجوان، وهنشوف حمودي هيعمل ايه مع عبد الله السعيد. ما سجلش عبد الله برده من فتره كبيره قوي، من اللقاء المصري في الاسبوع رقم 16 السعيد لم يحضر باهداف، والفاول موجود و6 لعيبه برده عامل حاططهم. حمودي يلعبها سهله في المكان اللي واقف فيه الحائط. النهارده تتلعب تاني في الجبهه الشمال. شريف اكرامي ما زال لغايه دلوقتي ضيف شرف زينا تماما. راحوا مره بدون اي ازمه. تتلعب تاني كوليبالي لعبد الله السعيد، هما الاثنين راحوا من العمق دلوقتي. اجاييه مع كوليبالي يلعبها عبد الله كويسه، عنده حسام عاشور الجبهه اليمين فتحت له، فعلا يروح هناك. اكن سمعنا عاشور لحمودي، هيجي من ظهره احمد فتحي يحطها كويسه، عرضيه خطيره خطيره اللي فاتت حلوه من حمودي، حطها المره دي كويس داخل ال 18. اول مره نحس ان في حاجه داخل الصندوق. مش هيبدا، لازم يقف على بعد المسافه القانونيه، ما يلمس الكوره، لكن راح يلمس الكوره قبل ما يلعبها كمان لعيبه النادي الاهلي. تتعمل العرضيه عند عامر، اختبار خفيف ليه، هيلعب لقدام، يبدا الهجمه كويس قوي بايديه، يوصل صلاح امين قبل ما يرتد وسط ملعب حسام عاشور الغالي، يقفله من بدري. ضربه حره، جاي حسن الشامي من الجنب الشمال عشان يلعب، وطالع فتح الله ولؤي وائل كالعاده، ومعاهم فادي نجاح. مركز الشامي وبينادى هو حسام البدري اللي باين في الكادر على لعيبته. تتلعب العرضيه، طالع اكرامي برافو، ياخدها كويس قوي اكرامي من فوق اللعيبه. اختبار هنا واختبار هنا، بينادي على لعيبته بسرعه عشان يوقف واحد على القايم ويبدا يظبطهم جوه ال 18. 43 جول لفراوده الاهلي قبل لقاء النهارده، و34 هدف للانتاج الحربي. تتلعب العرضيه خطيره خطيره اللي فاتت فوقتنا، حلوه العرضيه مرتين 3 اللي بنظهر عند الصندوق سواء للاهلي او الانتاج الحربي في مواجهه اليوم. كره اماميه، اجاييه استلم قدام ال 18 مستني سليمان كوليبالي يلعبها له، تدخل كويس قوي من فادي نجاح، يخلصها صلاح امين، خطيره ادي المرتده، خطير تسديده اكرامي يطلع، هي دي اللي بيلعب عليها مختار، اتلعبت وراح صلاح امين بفارق السرعه. اكرامي واقف كويس قوي، واختبار جد في اول هجمه شرسه تحس فيها النهارده انها تخض المدافعين وحراس المرمى. بص اتقطعت من اول فين، مش ممكن الكره دي، مش ممكن. جابوا فجوه كبيره بين وسط ملعب النادي الاهلي تكلفه هجمه في منتهى الخطوره. تالق وحضور لاكرامي اللي خد 4-5 خطوات، منتهى الجمال والروعه، ويطلعها قبل ما تعمل بند قدامه وتعمل له مشاكل كبيره. صلاح امين بعد الكره ما اتقطعت، فادي نجاح بيقطع كره من قدام ال 18 يصنع بيها هجمه لفرقته. هيلعبوا الضربه الركنيه تاني خطيره، حسام غالي هو اللي يرجع ويرتد ويشيل عبد الله السعيد من قدام ال 18 تماما. صالح جمعه وميدو جابر واكرم توفيق وعمرو بركات. عاشور بيتكلم مع الكابتن حسام البدري، شغله كله هيبقى نظرات. بص قال له اتفضل بره، قلت لحضراتكم من 10 دقايق الكابتن حسام البدري اعتراض على قرار محمود عاشور، والراجل النظره كده تعبته شويه، قال له بره اتفضل يا كابتن حسام. هيخرج بره الكابتن حسام البدري. الاسبوع ده اسبوع يمكن مشاكل المدربين. شفنا ميدو الاسبوع اللي فات كان اتطرد من الملعب وكان موقوف الاسبوع الحالي. ادي خارج الكابتن حسام البدري، بيتكلم معاه الكابتن محمود عاشور الحكم الدولي. بص الحته دي بقى، هي دي الحته بتاعت الطرد، خطير فوقتنا اللي فاتت. كنا لسه بنتفرج على حسام البدري ومحمود عاشور. اللقطه الاهم في الشوط الاول، مفيش حاجه في الكوره نتكلم عليها، اللقطه اللي نتكلم عليها طرد حسام البدري من محمود عاشور. انما هجمه هنشوفها تاني من الاول، ضربه ركنيه موجوده، عبد الله السعيد بسرعه يلعبها تعدي الناحيه الثانيه خالص لخارج لحرس الحدود فادي نجاح فتره. كابتن احمد ايوب قدامنا، دي اللعبه هي اللي خدها عبد الله السعيد كده تمام من اولها شفناها.
والخطأ الدفاعي لؤي وائل اللي بيتكلم مع زمايله وفادي نجاح، وعبد الله السعيد اللي كان هيفاجئ بجون مع الدقيقة 43. يمكن أخطر الهجمات الأهلاوية خلال الشوط الأول. كتفوا بحبال كمان هيكتفوا، قوة بدنية ما شاء الله، مهارة، تحرك، لعيب مشكلة في الأربع لقاءات اللي فاتوا سليمان كوليبالي. ضربة حرة فاول من مكان كويس، هنشوف هيلعبوها ازاي. عبد الله السعيد يعلقها عرضية، طالع عامر، برافو يا ولد يا لعيب، برافو يا عامر، خدها وطلع قبل الفراوده والمدافعين اللي طالعين يشتغلوا بدماغهم، تخرج الملعب لرمي التماس. مشهد ما بنحبوش للمدربين، خصوصا كمان على مستوى الأندية الكبيرة، كل المدربين واحد، 18 مدرب في الدوري. يمكن الظاهرة السلبية تغيير المدربين هنتكلم عليها في أوقات تانية مش محلها دلوقتي. فادي نجاح يرجع لورا، تروح الكرة عند أحمد فتحي باللمسة واحدة حسام غالي، وهيبقى في الوجود في المربع الذهبي الثالث ورابع. الفرق اللي هتروح كونفدريشن كاب او دوري ابطال افريقيا لو قربوا من المقصه كده وبداوا يهددوا من قدام ال 18. سليمان كوليبالي يلعبها قصيره، فقدوا كتير النهارده من وجودهم في الخط الامامي. عبد الله السعيد هيلعب عرضيه خطيره خطيره خطيره، فوقتنا، حلوه حلوه، عرضيه ايه بلسم اللي فاتت دي، عايزين واحده من الصبح. عبد الله السعيد عمل عرضيه نموذجيه ويا دوبك كده يخطفها. هنشوف اجايل اللي قطع منتهى الجمال والروعه. بص شوف من الاول، عايزين نشوف الحكايه من اولها. خطا دفاعي في التمرير للعيبه الانتاج عبد الله السعيد، وقاطع الراجل ما لمسهاش، يا دوبك بس راح على القايم كده، لو حط فيها سن الجزمه. بص شوف عرضيه عبد الله السعيد وتعدي الناحيه الثانيه في اخطر واشرس الهجمات بعد لعبه برضه انفراد عبد الله السعيد من 5 دقائق. اجاييه، عبد الله السعيد، حمودي، كوليبالي، ده الطرد اللي خده البدري قدامنا. بص البدري بقى، البصه دي هي بتاعت الكارت من غير كلام. راجل كده عاشور حس ان هو يعني في سخريه، برضه النظرات مهمه، ممكن تكون النظره اقوى من الكلام. كابتن حسام البدري حد شويه مع لعيبته، مع الحكام، مع لعيبتك مفيش مشكله، مع الحكم ليه وقاره وليه مكانته في الملعب بكل امانه. الحكم حكم يا جماعه، المدرب مدرب، لعيب لعيب، كل واحد ياخد حقه. عبد اللطيف لاعب وسط من اللعيبه المحوريه في منطقه وسط الملعب، طوليه اماميه يطلع اكرامي ياخدها ويخلصها قبل اسلام رشدي، يلعب على طول اكرامي لربيعه، حسام عاشور في وسط الملعب، عاشور يحطها عند سعد الدين سمير. اول لقاء 2009 2010 كان الاهلي فاز بهدف عماد متعب، برضه خارج القايمه تماما النهارده عماد متعب، وضربه ركنيه موجوده للانتاج. ابو شعيشه يلعب عرضيه خطيره، جول جول جول. اوميد اوكري، مش ممكن اوميد اوكري بعد 9 اسابيع شباك خاليه من الاهداف. اوميد اوكري، بص اكرامي اللي النهارده بقول ان اكرامي موجود عشان يعمل ارقام ويحافظ، انما اوميد اوكري مع الدقيقه الثالثه بيسجل بضربه راس. بص شوف الضربه الركنيه وبدماغه يحطها، ما يقدرش اكرامي يعمل لها اي حاجه بعد ما يسجل اوميد اوكري. حلوه حلوه حلوه، برافو يا ولد يا لعيب. ادي العرضيه الجميله اللي اتعملت ومفيش رقابه على اخطر اللعيبه. شوف اوميد اوكري لوحده ولا حد جه جنبه حتى من المدافعين. 1-0 للانتاج الحربي. قلت الفرق اللي تحت دي هتعمل مشاكل وتصعب الدنيا على فرق المقدمه او فرق وسط الجدول. ادي الجهاز الفني بيتكلموا مع الكابتن مختار، الكابتن محمد عبد الله، نفتكره سليمان بكعب رجله على المغمض كده ما توصلش لحد من زمايله. حسام غالي زايد وطالع من قدام بيضغطوا، قطعها كويس قوي. غالي خطيره، عرضيه ممكن، جول جول جول. الهدف الاول عن طريق اجاييه. 1-1 الاهلاويه بعد اقل من دقيقتين بكره اتلخبطت عند المدافعين، يقدر غالي يحطها تاني في اماكن الخطوره. اجاييه هو اللي يكمل مع المدافعين. بص بقى محمد طارق زودها، قطعها كويس قوي يا ولد يا لعيب اجاييه، وتتلعب وتخبط الكوره، انما اجاييه هو اللي يسجلها، جت في المدافع. جونيور اجاييه يرجع بالتعادل للنادي الاهلي بعد اقل من دقيقتين. حسام غالي يا ولد يا لعيب عند عبد الله السعيد يحط العرضيه تخدم اجاييه منك يا راجل بهدف التعادل في الدقيقه السادسه من بدايه الشوط الثاني. اعتراض من لعيبه الانتاج الحربي ان الكره جت في ايد اجاييه او كان في موقف تسلل في اللعبه، انما سمير جمال المساعد اهو اللي ملمومين عليه كلهم
وهنشوف اللعبه مره والثانيه والثالثه. هل الاعتراض اول ما راحت لعبد الله السعيد؟ هنشوف من الاول. ادي حسام غالي اتقطعت الكوره، وادي عبد الله السعيد موقفه سليم على فكره. عبد الله السعيد ممكن يكون كوليبالي في اتجاه اللعبه، بيقولوا له لمسه يد جايه بايده، كوره سليمه على ما يعني من عبد الله السعيد، انما هم بيعترضوا انها جت في ايد اجاييه بعد ما خبطت في المدافع. هنشوف اللعبه للمره الثالثه والرابعه. لسه الجهاز الفني هو في نادي الانتاج الحربي. اللعبه بتتعاد ومحمود فتح الله مع زمايله كلهم باشاره واحده انها بايد اجاييه. كابتن مجدي عبد العاطي والحكم خد قراره خلاص. محمود عاشور مع المساعد، وادي محمود فتح الله قدامنا. عرضيه عبد الله السعيد بعد الكوره اللي زودها الباك اليمين محمد طارق واتقطعت منه، وضغطوا كويس قوي، عملوا الضغط العالي لعيبه النادي الاهلي في الخط الامامي، واعتراضات من لعيبه الانتاج الحربي على ان اللعبه لمسه يد على اجاييه. اول مره قلت نشوف كده عبد الله السعيد، الموقف سليم عبد الله السعيد، وعمل عرضيه سليمه خبطت في المدافع وردت من اجاييه في مرمى. تتلعب الكره تاني اماميه. كان اجاييه برضه هو اللي سجل الهدف الاول على فكره في لقاء 2-0، وعبد الله السعيد اللي عمل له التمريره كان سجل الجون الثاني. ضربه حره غير مباشره. الدقيقه 54 1-1. اوميد اوكري هو اللي غير حاله المباراه بعد ما جاب الجون. يمكن اثار حفيظه الهجوم الاهلاوي، اخرت الكره في رجله كتير، خدوها كويس عن طريق عبد الله السعيد. عبد الله الى اجاييه يحطها له حلوه في المساحه الفاضيه. بدا يبقى في تفاهم وكيمياء بين اجاييه وعبد الله، يطلعها بره المنطقه في المكان الفاضي عند احمد فتحي. تسديده جامده على الارض تخبط وياخد معاها ضربه ركنيه. ضربه ركنيه انما اشتغلوا فيها كويس اللعبه اللي فاتت. باربع خمس تمريرات وصلوا لمنطقه الجزاء لغايه ما سدد فتحي. وقلت تحركات اجاييه في الشوط الثاني اختلفت تماما مع عبد الله السعيد اللي بدا يهين نفسه في الملعب ويجتهد، عشان كده ظهر مرتين ثلاثه في اماكن مهمه عند 18. محمد طارق الباك اليمين يلعبوا الضربه الركنيه، عبد الله يزقها له تاني. علي معلول عرضيه خطيره اللي فاتت، ولكن في ضربه حره على رامي ربيعه، بيقول له ده شددني من الفانيلا. ادى قرار بفاول محمود عاشور لصالح الانتاج الحربي. كان مهم جدا للحارس الاهلاوي الكبير الدولي شريف اكرامي. اجاييه على جنب، علي معلول يحطها لقدام ويحركها كويس قوي. العرضيه في منتهى الخطوره، الانطلاقه المره دي علي معلول ما شفناهوش كتير بيروح في الاماكن ديت. فك كويس قوي وعمل سبرنت وعمل عرضيه يطلع محمود فتح الله ويقع على الارض، وخدوا بقيه محمد طارق. دي اللعبه اللي خد منها الفاول ابو شعيشع لاعب نادي المقاولين السابق. استفاد بيه الانتاج الحربي في اكتر من مكان في الملعب، انما مثبتينه خلاص في الحته اللي من قدام الباك اليمين. فاول تتلعب عرضيه سهله يطلعها عاشور من الجبهه الشمال ويقرب منه صلاح امين، ياخدها صلاح وينزل من تحته شويه اسلام ويعمل عليه فاول. هنشوف احمد فتحي بيقول لصلاح امين كده انت هتمثل، او بلغه الكوره بقى ممكن يقول له انت هتتصلبط على الحكم ولا ايه. كابتن مختار يمكن ما شفناهوش بينفعل كده من بدايه المباراه، كان قاعد ملتزم الدكه تماما وهادي، والمساعدين هم اللي بينقلوا التعليمات. ده اشتراك ما بين محمد طارق بيتعاد وعبد الله السعيد. وصلنا ل 21 دقيقه تقريبا من الشوط الثاني، 66 دقيقه من احداث المباراه. تعادل الايجابي 1-1 والجونين مع اول 5 دقائق من بدايه الشوط. سلامات لعبد الله السعيد. نزل الدكتور خالد محمود، ابتدى اوميد اوكري بالتهديف، وفي انذار لمحمد طارق لاعب الانتاج الحربي. الباك اليمين هو اللي خد الكارت في اللعبه اللي فاتت، يبقى انذار لمحمد طارق. وكان في انذار للؤي وائل، وخد شهاب الدين احمد انذار. ادي 3 انذارات لتشكيله الانتاج الحربي في مواجهه النادي الاهلي. ظهر قدامنا اهو الانذار اللي بتكلم عليه بتاع محمد طارق. لؤي وائل اللي اتخبط
مع اخر ربع ساعه من ال 45 دقيقه الاولى. قدامنا سعد الدين سمير، وهنشوف الوقت اللي جاي هيقدر التبديل اللي هيعمله البدري ورفاقه بوجود عمرو السوليه يعيد ليه مناطق وسط الملعب وعمليه الضبط والربط مره ثانيه، ويبقى في سرعه في نقل الهجمه لقدام اللي كانوا بيفتقدوها كتير، وعشان كده بيقدر يقفل عليه المناطق الدفاعيه لتشكيله مختار بشكل كويس قوي. يمكن معظم فترات المباراه شوط اول ما كانش فيه مشاكل كتير على ال 18 هنا وهنا، بنتكلم شويه لغايه مع عبد الله السعيد يكمل علاجه. عاشور يضغطوا نفسهم بهجمه صلاح امين في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. اوميد اوكري خطير، يقع على الارض اوميد اوكري. انما بص النهارده الانتاج الحربي مرتين ثلاثه يعملوا هجمات مرتده تخضك اول ما يوصلوا، واوميد اوكري يقع على الارض بعد ما اتعملت له واحده كان ممكن يعمل بيها ازمات كبيره على الدفاعات الاهلاويه. رمي التماس عند فتحي، لؤي وائل جاي بيقرب المدافع رقم 5 داخل ال 18، يقوم بتسديده جامده، حب يلف كده اجاييه بمجهود فردي داخل منطقه الجزاء. هنشوف سمير جمال مشاور بضربه حره الى هو للكابتن احمد ايوب. كابتن حسام البدري بيدير المباراه دلوقتي من مدرجات ملعب السلام اللي ما كانش متابع معانا. جوه ال 18 تكتل، تسديده جامده خطيره، انما في تسلل عمرو السوليه اللي سدد، وفي سكه كده الكوره كان موجود سليمان كوليبالي، في رايه موجوده من سمير جمال بضربه حره غير مباشره، تسلل على سليمان كوليبالي. انما محاولات النادي الاهلي بدا يبقى فيها خطوره، تسلل سليم 100%. تتغير الطريقه قدام ال 18، 2 هيجوا من العمق الهجومي سليمان كوليبالي بمعاونه بقى وليد سليمان وعبد الله السعيد. تتلعب العرضيه في منتهى الخطوره، يطلع عامر وياخد معاه فاول، يطلع عامر واصطدام بعمرو جمال في اول ظهور ليه، طلع كويس قوي عامر وطلع الكره بالبوكس جامده لقدام. عمرو جمال بروح طيبه، وراجع صلاح امين مع زمايله بيطمنوا على عامر حارس المرمى. لعب لنادي الجونه عامر كان بقى على اوميد اوكري، وده الهدف اللي سجله. هل بجد بايده بصدره؟ عايزه نضاره معظمه عشان تتظبط. انما معانا بقى زميلنا تامر صقر ونجوم التحليل كابتن ضياء السيد والكابتن علاء ميهوب هيتكلموا عليها افضل مننا، مش عايزين يبقى فيه اي كلام او اي لغط. بص الكوره اهي، وبيحاولوا ان هم يعملوا لنا النضاره المعظمه اللي بنتكلم عليها اهي. اللعبه بصدره، سامع انا الكابتن علاء بيقول لك بصدره خلاص بصدره، طالما الكابتن علاء قال لك بصدره. ضربه حره على مسؤوليه الكابتن علاء ميهوب والكابتن ضياء السيد، قال لك بصدره. حسام عاشور، معلول، عاشور، فاول لحسام عاشور. اوميد اوكري يعمل فاول. الاهلي 4 تعادلات فقط لا غير لغايه دلوقتي، 4 تعادلات من بدايه الموسم. عامر قدامنا، تتلعب العرضيه ياخدوا منها رمي التماس، مرورا بقى بختام الدور الاول الفوز بالثنائيه على نادي الزمالك وكل لقاءات الدور الثاني. لمسه يد على محمود فتح الله، لمسه يد باينه، قريب من الكره محمود عاشور ويدي القرار، فعلا لمسه يد. ادي محمود فتح الله اللي لعب بيه النهارده مختار قدام المناطق الدفاعيه، بيزعق عامر لزمايله. بتتعاد اللعبه اللي اتحسب منها القرار. ضربه حره الدقيقه 89. ادي اللي بيتابعوا في المدرجات احيانا كده في شكل جماهير تستخسر فيه التعادل ولا الخساره، الجمهور زعلان واحنا بنزعل عشان الجمهور ده. ضربه حره فاول وليد سليمان، حلوه يا ولد يا لعيب، فوقتنا يا وليد، خطيره في منتهى الجمال والروعه. وليد سليمان منتهى الجمال والروعه، تحس ان الراجل مطلع ايه، مطلع طلقه من جيبه مش من رجله، في منتهى الجمال، عملها حلوه قوي. ضربه ركنيه، تتلعب الضربه ركنيه جوه ال 18. اوميد اوكري
يطلعها ويشيلها جوه ال 18. علي معلول يريحها بدماغه. شريف اكرامي هيبدا هو الهجمه لقدام. شريف اكرامي الجون فاضي، الجون فاضي، يسقطوها لشريف اكرامي ياخدها سهله. خلاص الثواني الاخيره من احداث المباراه، صفاره النهايه، تعادل 1-1 الانتاج الحربي والنادي الاهلي، عشان الاهلي يبقى 68 نقطه وفارق 8 نقاط عن نادي المقاصه. وهنشوف كده بيدي ايه، ده طرد ولا ايه؟ ده لسه اللقاء شغال. ادى طرد بعد ما ادى الصفاره. خلاص هو اطلق صفاره النهايه، وبعد ما اطلق الصفاره في طرد لحسام عاشور، انما الراجل اطلق صفاره النهايه محمود عاشور، ونقطه لنادي الانتاج الحربي يوصل للرقم 25. اشتباك داخل الملعب بدون اي داعي. عموما هنتابع مع حضراتكم والاستوديو التحليلي الاحداث ومراسلنا في الملعب الاوقات اللي جايه. ما يصحش الكلام ده بكل امانه، ما يصحش كده، لا من لعيبه ولا من اي حد ولا جهاز فني هنا او هنا. مباراه عاديه جدا، الاهلي متصدر الدوري وبيتعادل مع الانتاج الحربي.